القصة بتبدأ بأكيرا البطل، قاتل محترف كان بيراقب من بعيد قاتل تاني. الراجل ده لما حس بوجوده أظهر خوف، وأكيرا فكر في نفسه إن كان مؤسف إنهم اتحددوا لنفس الهدف، عشان دلوقتي هيبقى لازم يقضي عليه من غير تردد. التاني رمى أسلحة كتيرة في اتجاهه، بس أكيرا تفادى بخفة ودقة. متضايق، العدو شن هجوم مباشر، والبطل رد بسرعة ممسك سيفه بحركة ثابتة وسريعة. نزع سلاح الخصم اللي أصر يقاتل، رامي خناجر وشوريكن في محاولة يائسة يجرحه. في لحظة أكيرا ظهر وراه، والراجل متلخبط مفهمش ده حصل إزاي. لسه عنيد، حاول يضربه بنصل مخبي في جزمته. أكيرا مهيب صد كل الهجمات ورد بدقة جرحه لحد ما شله، كسر رجل خلاه يقع على الأرض. مذهول من الهزيمة السهلة، السيف اللي أكيرا كان رماه من ثواني وقع من الهوا وثق بجسم الراجل، منهي حياته. ده اللي بينادوه وحشية، فكر البطل، وبعدين ركز تاني وكمل مهمته من غير تردد زي ما كان دايما بيعمل. بس ده بدأ إزاي؟ السؤال ده كان بيردد كذكرى بعيدة. من شوية أكيرا كان في فصله، حيث زمايل كانوا بيتكلموا بحماس عن المجلس الطلابي والاحتفالات اللي جاية. بعضهم كانوا بيعملوا خطط لبعد الحصة، بينما أكيرا كان ساكت مركز بيقرأ حاجة في موبايله. ده أثار فضول الطلاب، وولد سأل إيه اللي بيقراه ولو يقدر يستعير الكتاب. بنت علقت إنها بالكاد بتفتكره كان موجود من أول السنة، وده ما كانش مفاجئ ليه، عشان كان بيفضل يعدي من غير ما حد يلاحظه. مع ذلك في اللحظة دي حاجة غريبة جذبت انتباهها، بريق في التليفون، وفجأة شخصية مظلمة غلفت كل الطلاب. في رمشة عين كانوا في مكان مختلف تماما. الحيرة سيطرت على المجموعة لحد ما راجل عجوز ظهر طالب الهدوء، وقال إن الملك عايز يتكلم معاهم. الراجل شكرهم إنهم جم من عالم تاني، وشرح إنهم دلوقتي فريتيس، أكبر قارة بشرية في العالم ده، مهددة بتقدم الشياطين، عشان كده محتاجين بطل قادر يهزمهم. الراجل العجوز قال إن بينهم المختار ولازم يكتشفوا مين هو. أكيرا كان بيسمع بانتباه، مهتم، بيفكر إن ده إيسيكاي حقيقي زي اللي بيحب يقراه. قريب واحد ورا التاني زمايله اقتربوا من الكرة السحرية الكبيرة، مركزين على وضعهم الخاص. شاشة ظهرت قدامهم بتوري مهارات ومهن. الذهول سيطر لما فهموا إنهم هيبقوا فرسان، سحرة أو شمان. زميل متحمس علق إن أكيرا على الأرجح هيبقى ساحر، وسأل إيه دوره. بهدوء رد إنه قاتل، بس حاجة كانت غلط، خصائصه كانت عالية قوي، وده خلاه مش مطمن. لما ساتو زميله اتعرف عليه كالبطل، الراجل العجوز مدحه وقال إن هجومه بيتفوق على الكل. مع ذلك أكيرا لاحظ إن إحصائياته الخاصة كانت أعلى، حتى حاجة ملهاش معنى، وقرر ما يكشفش مهاراته باستخدام موهبة التخفي القصوى بتاعته. أكيرا تمويه وتجنب إنه يتشاف. لما تودوا للمهاجع لاحظ كاميرات مخبية على طول الممرات، ده زاد شكه إنهم بيتراقبوا. بعد ما استلم هدوم مناسبة لمهنته طلع بهدوء عشان يستكشف المدينة. بيبص حواليه، أكد إنه فعلا في عالم تاني. انبهر بقوته الجسدية وهو بيتسلق حيطان بسهولة وباستخدام التخفي. وصل لمكتبة القصر، هناك شاف الملك بيتكلم مع الأميرة. الملك سأل عن العيال وردت إن ولا واحد منهم بيشك في حاجة، عشان جايين من عالم من غير سحر. الملك طلب منها تكمل بالطريقة دي. أكيرا مختبي اتضايق، مقتنع إن حاجة غلط في الموقف كله. فكر يقضي عليه هناك، بس قرر يستنى لليوم التاني. بينما الكل اجتمعوا عشان يستمتعوا بالوليمة، أكيرا فضل مختبي بيفكر لو المفروض يحكي لزمايله اللي اكتشفوا. مع ذلك كان عارف إن ولا حد هيصدقه. وبعدين واحد من الطلاب قام متحمس بيشجع التانيين يعملوا أحسن ما عندهم في مهمة إنقاذ العالم ده. أكيرا بس كان بيراقب متخيب، مصدق إن الملك خدع الكل. بعدها الكابتن ساران ظهر وأعلن إنهم هيتدربوا كرفاق للبطل. أكيرا قرر إنه محتاج يجمع معلومات أكتر وطلع تاني. غير مرئي في الحديقة، ساران فاجأه وسأل لو حاجة بتضايقه. أكيرا اتخض إنه اتكشف حتى وهو بالتخفي القصوى. الكابتن شرح إن عنده رؤية سحرية قادرة تحس بتغيرات الحرارة، وده سمح له يشوفه. لما أكيرا مسك خنجر، ساران وعد إنه مش هيقول حاجة للملك، مؤكد إن الأمور مش زي ما بتبان. البطل اتفاجئ، الراجل ده كان يبان مختلف عن الملك. بعدها بشوية قعدوا واتكلموا. ساران نصحه ما يضيعش وقت في المكتبة عشان مفيش حاجة مفيدة هناك. قال لو عايز يبقى أقوى يقدر يدربه شخصيا. أكيرا اعترف إنه عارف قليل عن العالم ده والسحر،
بس اللي عايزه أكتر إنه يلاقي طريقة يرجع بيته. فكر في عيلته، متخيل حالهم إزاي، واعترف إن ملوش فكرة يرجع إزاي. ساران رد إن أحسن طريق إنه يبقى أقوى عشان يبقى ضعيف ويموت قبل ما يلاقي حل مش هينفع. اقترح إنه يبقى أستاذه ويعلمه كل اللي يقدر، طالب بس في المقابل إن أكيرا يحكي له أكتر عن العالم اللي جه منه عشان كان فضولي جدا. الشاب مفاجئ وافق، فاعترف إن المساعدة دي هتبقى قيمة. في الأيام التالية أكيرا كرس نفسه بشدة إنه يتعلم عن القارات الأربع والأجناس المختلفة للعالم ده، اتدرب لحد الإرهاق. ساران من ناحيته كان مفتون بسماع عن التكنولوجيا في عالم أكيرا. ليلى مساعد الكابتن اشتكى، قال إن لازم يتعامل مع التدريب لوحده عشان رئيسه بيقضي وقت كتير قوي مع الطالب الجديد. ساران رد إن أكيرا شخص مثير والتعلم أكتر عن عالمه رهيب. المساعد اتخض لما الكابتن ذكر إن أكيرا عنده تخفي أقصى مهارة البطل الأول بس كان وصلها. في اللحظة دي أكيرا دخل الأوضة والمساعد طلع متوتر. البطل بعدين سأل ساران عن الكتاب اللي لقاه في المكتبة. الكابتن ابتسم ورد إن الكتاب كان في الحقيقة خطة انقلاب، مستند هو نفسه كتبه وخباه، متنكر ككتاب وصفات. أكيرا انبهر من صراحته، وساران شرح إن الملك فقد عقله، بيخطط لحاجة هتدمر النظام الطبيعي للعالم ده. قال إنهم محتاجين يوقفوه قبل ما يبقى متأخر قوي. أكيرا كان بيسمع بصمت، بيفكر إنه أخيراً لقى حد يستحق الثقة، رغم إن الفرسان ما يقدروش يتصرفوا بالطريقة دي بسهولة، لسه متدينين كتير للملك. والبطل بيتخيل إن كان بالظبط عشان كده ساران قرر يقرب منه. لو كان قاتل بسيط من غير ارتباط حقيقي وقضى عليه، أكيد كل حاجة هتبقى أبسط. مع ذلك ساران بينكر الفكرة دي، بيقول إن أحسن إنه ما ياخدش أي حياة حتى لو مهنته قاتل. بيصدقوا إن لو أم وأخت أكيرا اكتشفوا اللي عمله مش هيبقوا سعداء. عشان السبب ده محتاج يركز إنه يبقى حد قادر يقاتل من غير ما يقتل، قاتل بيستخدم مهاراته بذكاء، وجواه بيفكر إنه فعلا يقدر يوصل لده. عشان من أول يوم لاحظ حاجة مختلفة في نفسه، كان الوحيد اللي ما سابش الحماس يسيطر واختار لوحده إنه ما يكشفش إحصائياته. الموقف ده أثبت قد إيه نضج، وأكيرا بيأكد الفكرة دي، ملاحظ إنه ولا حد قبل كده لاحظ طبيعته الحقيقية. بيعلق بعدين إنها كمان تقدر تساعده يتعامل مع الانقلاب ده، بتضمن إن الملك يسيب العرش بسلام. أيام بعدها ساران بيعلن إن وقت اختبار تدريبه وقوته وصل، بياخد المجموعة لسرداب. بطلنا بيمشي مع رفاقه، منبهر بالزحمة اللي بتتفرج وبتمدحهم على طول الطريق. مع ذلك بيحس بنظرة حد مليانة كره، وفي لحظة بيتحرك ورا البنت، بيسأل بصوت حازم سبب النظرة دي. مفاجأة، الشابة بس بتسأل لو عنده فكرة عن التضحية اللي كانت ضرورية عشان الأبطال يتستدعوا. أكيرا بيرد إنه مش عارف، وهي بتحدق فيه، بتهمس إنها بتتمنى تشوفه تاني لما يكتشف. ساعات بعدها المجموعة جوه السرداب بتواجه موجات وحوش من غير راحة. أكيرا بيعلق للكابتن إن الكل متعب وإن يمكن أحسن يتراجعوا. في اللحظة دي ساران بيشغل مهارة قوية، بيفتح طريق بهجوم مدمر للرجوع. في نفس الوقت ساتو لما يحس إن وحوش تانيين سدوا الممر، بيرمي قنبلة دخان اديتها له الأميرة، حاجة محجوزة بس للطوارئ. بس الخوف بيسيطر على الكل لما مينوتور ضخم يظهر قدامهم. حتى أكيرا بيتفاجئ، بيفكر إن وحش بالحجم ده أبداً ما ينفعش يبقى في المستوى الأول. من غير تردد بيهجم، بيستخدم تقنياته عشان يضرب العدو، بينجح يثبت الخنجر لوقت قصير. مع ذلك سلاحه بيتكسر، ولما يرجع للمجموعة بيطلب من ساتو ما يحملش نفسه أكتر عشان ذراعه كان مكسور. ساتو بيرفض، بيأكد إن واجبه كبطل إنه يحمي رفاقه. بس أكيرا بنظرة جادة بيرد إن مسؤوليتهم الحقيقية إنقاذ العالم، وإن رفاق البطل لازم يدعموه ويحافظوا على حياتهم الخاصة. في اللحظة دي بيلاحظ حاجة غير طبيعية في ساتو، وبيأمر الشمان تتأكد إيه اللي بيحصل. الشابة بتطيع، ولما بتشيل اللعنة اللي عليه بتتفاجئ لما تلاحظ الطاقة المظلمة اللي كان شايلها. أكيرا بيجري ناحية ساران، مصمم يستخدم التقنية اللي كان حافظها للحظة دي. ساران بيشجعه بصرخة دعم، والكابتن بيوجه قوته، بيستدعي صاعقة قوية بتشل المينوتور، بتسيب الكل منبهرين. بالاستفادة من الفرصة البطل بينط على ظهر المخلوق، بيركز كل طاقته وبيشغل سحر الظلال. أكيرا حرر القوة اللي بتجري في عروقه ونجح يحتوي المخلوق قدامه. مع ذلك الوحش أثبت إنه أقوى بكتير من أي حد يقدر يتخيله، قوة غاشمة خلت الأرض ترتجف. مع ذلك أكيرا ما تراجعش، جمع كل الطاقة في جسمه وشغل ضربته السرية. ظلال طاقة كتيرة ظهرت حواليه، وفي حركة سريعة ثقبت جسم المخلوق. وبعدين الشاب بدأ يسحب الوحش للأرض، والكل اتفرجوا مصدومين من عرض القوة ده. مع ذلك السيطرة ببطء
ببطء فلتت من إيديه. الطاقة انتشرت بفوضى والناس بدأوا يتراجعوا خايفين من اللي ممكن يحصل. فجأة أستاذ أكيرا ظهر بينهم، صوته بان ثابت بيطلب من الشاب يهدى. قال إن كل حاجة هتبقى كويسة، إن أكيرا بس محتاج يتنفس ويسيطر على قوته. نظرة الأستاذ كانت بتنقل ثقة، وأكيرا سمع ببطء استعاد السيطرة ومجال الطاقة بدأ يختفي. لما كل حاجة هدت الصمت ملى الجو، الكل كانوا مصدومين من القوة اللي الشاب أظهرها. المشهد التالي ورى الاتنين بره خلاص بعد المعركة. الأستاذ حط إيده على كتف تلميذه وشكره بإخلاص. قال إن لو ما كانش أكيرا ولا حد كان هينجو يحكي القصة. أكيرا فضل ساكت لحظة، متذكر إنه عايش بس بفضل أستاذه اللي ساعده يسيطر على السحر لما كاد يفقد السيطرة خلال التدريب القديم. ساران مهتم، لاحظ إنه أبداً ما سمعش عن المهارة الإضافية دي المسماة سحر الظلال. قال إنها قوة نادرة جداً، قوية قوي بس صعبة السيطرة وبتستنزف كميات ضخمة من الطاقة. ساران طلب من الشاب ما يستخدمهاش تاني غير لو ضروري تماماً. أكيرا هز راسه ووعد إنه مش هيستخدمها بتهور كده تاني. بعدها على طول الأستاذ مد هدية، كانت كاتانا لامعة. قال إن السيف اسمها كاتانا، نفس اللي البطل الأول في التاريخ طرقها. أكيرا بص على السلاح مفاجئ وسأل ليه عايز يديها له بدل البطل الحقيقي. ساران شرح إن البطل عنده السيف المقدس خلاص، وإن لو حمل دي الملك هيلاحظ فوراً. أكيرا كان عايز يفهم ليه ده هيبقى مشكلة، وساران رد من غير تردد إنه سرق السيف من مخزن السلاح الملكي. حتى لو مفاجئ، الشاب قرر يقبل الهدية. بعدين سأل إيه الاسم الحقيقي للنصل. الراجل شرح إنهم ما يعرفوش، فولا حد قدر يفك اللغة القديمة المحفورة عليها. مع ذلك أكيرا قدر يقرأ النقوش وفهم إنها بتقول إله نصل الليل. كان كمان في عبارة تانية بتقول إن السيف لازم توصل لإيدين الخليفة وتوجهه في وقت الاحتياج. أكيرا حس بفضول يعرف الراجل اللي طرق النصل ده، والأستاذ أظهر نفس الاهتمام. ساران كان عايز يعرف أكتر عن البطل، وأكيرا قال له إن السحر المظلم اللي بيعذبه كان رهيب، لعنة بترفض تختفي. الراجل سكت كام ثانية مفكر، فكان عنده فكرة كويسة مين ورا ده كله. القصة بعدين اتغيرت لمكان تاني، حيث الست بتتكلم قدام كريستال. نادت الكريستال ده تسوكاسا ساتو وقالت إنها بتتمنى يبقى دمية، بطل مزيف. فجأة أكيرا ظهر، قطع الكريستال لنصين بضربة واحدة. الست اتلفتت خايفة وسألت مين هو. أكيرا ببرود رد إنه موجود عشان ينهي لعنة البطل. الست اتهمته إنه اقتحم مخدع سيدة من غير إذن، نادت ده إهانة كبيرة. أكيرا بس فكرها بحزم إنها مش أي سيدة، بس ساحرة بتستخدم لعنات عشان تتلاعب بالناس. الست حافظت على رباطة جأشها وأكدت إنها بتعمل ده كله بس باسم صاحب الجلالة. الشاب سأل إيه الهدف الحقيقي من طاعة أوامر الملك، بس ردت بنفس الطريقة إن كل اللي بتعمله لصاحب الجلالة. من غير ما يطول الحوار، أكيرا ساب المكان. بمجرد ما راح، الست فتحت درج وكشفت عشرات الكريستالات التانيين، كل واحد عليه اسم مختلف محفور. في نفس الوقت أكيرا راح للقائدة ساران، حكى لها كل حاجة وقال إنها دايما كانت صح في شكوكها. ساران سألت لو الأميرة شافت وش الشاب، وأكيرا رد إنه بالكاد قدر يتكلم معاها بشكل صح. في اللحظة دي الاتنين فهموا إن الأميرة كانت بس دمية في إيدين الملك. ساران قالت للشاب يرتاح شوية، وحذرت إن أحسن ما يفضلش في القصر خلال الليل. أكيرا كان عايز يعرف ليه، وساران شرحت إن الأميرة بدأت ترمي لعنات على الكل غير البطل. الشاب كان عنده وضع مش معروف بيحميه مؤقتا، بس لو فقد السيطرة هيأمروا بإعدامه. ساران أضافت إنهم هيدوروا عليه في كل ركن في القصر. أكيرا سأل لو هيتعاقب عشان وري وشه. القائدة بس ابتسمت وقالت إنه كان صغير مرة هو كمان. قالت إن الكل بيعمل أخطاء وإنها أبدا مش هتضحي بحد عشان حاجة زي دي. أكيرا أضاف إنه بيعجب بساران وبيتمنى يكون في ناس أكتر زيها في عالمه الأصلي. قبل ما يمشي، ساران طلبت من أكيرا يوم يوديها للمكان اللي جه منه. في اليوم التاني لما صحي، أكيرا لاحظ ضجة كبيرة وناس كتير مجتمعين. كان عايز يفهم ليه، بس اكتشف قريب مصدوم إن القائدة ساران اتقتلت. الصدمة كانت كبيرة قوي لدرجة إنه بالكاد قدر يتفاعل، وقريب بدأوا يتهموه. قالوا إنه هو اللي استخدم الرمح عشان يقتل القائدة. أكيرا حاول يدافع عن نفسه، متذكر إن سلاحه اتكسر في آخر معركة. مع ذلك الملك أمر بالقبض عليه بجريمة القتل. لما شاف الأميرة بتبتسم بهدوء، فهم إنه وقع في فخ
وهو بيهرب قابل جيلز اللي بسرعة شرح إن القائدة اتقتلت بواسطة قتلة الملك المعروفين بغربان الليل، وإنهم دلوقتي وراه هو كمان. قال إن ساران ساب حاجات لأكيرا وإنه لازم ياخدها ويهرب بأسرع ما يمكن. لما لقى اللي القائدة سابته، أكيرا فهم إنه كان بيشك إن موته ممكن يحصل في أي لحظة. قبل ما يسيب المملكة، الشاب كان بيفكر بس في أستاذه والصاحب اللي خسره. مع نزول الليل، الأميرة أخبرت الملك إنها رمت اللعنة على الكل خلاص غير البطل. قالت إنهم بس محتاجين مبرر عشان يعلنوا الحرب على الشرق، وإن العيال دول هيبقوا بيادق مثالية لخططهم. الملك رد إنه مش قلقان من أكيرا، فكان مصدق إنه هيموت في شارع، بس عشان يتأكد أمر غربان الليل يصطادوه. أكيرا افتكر كلام أستاذه، مفيش مكان أحسن للاختباء من سرداب، بس اتذكر إن المية هناك نادرة، فخطط لكل حاجة بعناية. افتكر كمان التعليمات اللي شرحت إزاي يقدر يطلع مستوى. الإجابة كانت جوه السرداب، كل ما يروح أعمق كل ما الأعداء اللي هيلاقيهم أقوى. الوقت رجع لورا عشان يوري أكيرا بيسأل أستاذه ليه ناس تانية ما بيعملوش نفس الحاجة. الراجل رد إن ده بسبب الخطر، قال إن حتى إخفاء الوجود الخاص مش كافي، بس لو أكيرا حسن مهارات القاتل بتاعته هيقدر يخفي ريحته الخاصة، خطواته وحتى حرارة الجسم. أكيرا كان عارف إن الطريق هيبقى طويل، بس الأستاذ ضمن إنه هيستاهل. شرح إنه لما يوصل للمستوى 100 هيقدر يفتح مهارة خاصة هتساعده ينجو في العالم القاسي ده. عشان يعمل ده هيبقى لازم يروح للمتاهة ويهزم الرؤساء اللي بيظهروا كل 10 طوابق. رجوع للحاضر، أكيرا واجه تحديات كتيرة وهزم أعداء كتير. أخيراً وصل للباب اللي أستاذه كان دايماً بيتكلم عنه. جوه كانت غرفة الرئيس، وبمجرد ما يدخل يقدر يطلع بس لما واحد منهم يموت. المواجهة كانت وحشية، الوحش كان قوي بشكل لا يصدق، وجرح أكيرا جرح خطير. يائس لجأ لأحسن تقنية بتاعته وبدأ يثقب المخلوق بسيوف متعددة مخلوقة بسحر الظلال. افتكر كلام الأستاذ اللي قال إن جروح بعد الحدود المقبولة هتشغل تلقائياً وضع التعافي باستخدام احتياطيات منع طوارئ. في نفس الوقت المشهد اتغير للبطل اللي عبر عن الرغبة إنه يواجه سيد الشياطين، بس كل اللي حواليه حاولوا يوقفوه خايفين من اللي حصل لأكيرا. الشاب فهم إنه كان بيشهد لعنة الأميرة دي اللي نائب القائد جيلز ذكرها. مع ذلك ناس قرروا يرافقوه. لما طلعوا اتفاجئوا لما اكتشفوا إنهم هربوا بسهولة. البطل فكر في كلام الملك اللي أمر الكل يقتلوا سيد الشياطين. فكروا إن هيبقى غريب قوي لو الملك نفسه حاول يوقفهم دلوقتي. بنظرة متحيرة سأل رفاقه ليه قرروا ينضموا له في الرحلة دي. الست بصوت حازم شرحت إن عندها مقاومة طبيعية للسحر، فاللعنة ما أثرتش عليها. أضافت إن في الأيام الأخيرة كان يبان إن قوة تانية كانت بترمي تعاويذ على الكل. كيوسكي بعدين افتكر إن جزء من الذنب ممكن يكون بتاعه. افتكر إنه دمر كريستالات غامضة، وإن بعد كده كل حاجة بدأت تبوظ. المشهد اتغير لجيلز بيكشف إنه كان هو اللي اتحكم في الشاب عشان يكسر الكريستالات. شرح إن التلاعب بتاعه كان أقوى بكتير من أي لعنة، خصوصاً لما يتعلق الأمر بالسيطرة على إرادة التانيين. بعد إكمال آخر الأوامر اللي القائدة ساران سابتها، جيلز راقب الأفق وتمنى حظ سعيد لأبطال العالم التاني. السرد انتقل لكيوسكي اللي بيبص للسما بندم في أفكاره. اعترف إنه كان لازم ينضم لأكيرا ولسه في وقت، لعنة أو لأ. فكر إنه فشل يحميه في اللحظة دي. القصة رجعت للماضي بتوري اللحظة اللي كيوسكي وأكيرا اتعرفوا. الكلام بينهم كان قصير بس صادق. عرفوا نفسهم لبعض بمصافحة وابتسامة خفيفة. وهم بيشتغلوا، أكيرا طلب من كيوسكي ما يحكيش لحد عن نوع الخدمة اللي بيعملها. شرح إنه عايز يخبي ده حتى من أخته اللي كانت في السنة الأولى. فضولي كيوسكي وري صورة وقال إن أخته كمان في السنة الأولى. الاتنين اتفاجئوا لما فهموا إن ال60 أصحاب، وده خلاهم يضحكوا بشكل طبيعي كأن صداقتهم بدأت هناك. المشهد رجع لأكيرا اللي صحي جوه كهف رطب وساكت. لما قام لاحظ إن خصائصه كانت ممتازة وإن مهاراته اتحسنت كتير من آخر معركة. مع ذلك لقى غريب إنه حلم بكيوسكي من غير سبب واضح. بفحص المهارات الجديدة اللي كسبها لاحظ إن قوته تضاعفت. وهو ماشي في السرداب لقى مخلوق جيلاتيني سلايم. بعد ما هزمه لاحظ حاجة غريبة جوه الجسم الشفاف كانت 6000 فاقدة الوعي. باستخدام واحدة من مهاراته الخاصة أكيرا دخل لذكرياتها، بس بسرعة أوقف التعويذة مصدوم من اللي شافه. ده أكتر من ما يكون حقيقي. فكر، تنفس بعمق. فجأة الإلف ببطء فتحت عينيها. أكيرا قرب وسأل لو هي كويسة. الست بضعف ردت إنها كويسة رغم إن طاقتها كانت شبه منتهية. لاحظ إن ال HP بتاعتها كان في 2% بس،
واستنتج إن أي مجهود زيادة ممكن يبقى قاتل. بالنظر عن قرب شاف إن عندها نفس المهارة بتاعته، القدرة إنه يشوف عقل شخص تاني. لما الإلف قرت المعلومات عن أكيرا وشافت اسمه، عينيها اتوسعت قبل ما تغمى عليها تاني. الآن الشاب شالها المكان أكثر أمانا، حيث بنى ملجأ صغير مؤقت. بعد شوية وقت صحت، وأول صوت اتسمع كان بطنها بيشتكي من الجوع. أكيرا عرض عليها شوية مية عشان تخفف الحمى وطلب منها تشرب ببطء. اعترفت إنها مش قادرة تنام عشان جوعانة قوي. الشاب فتح الشنطة بتاعته واداها حفنة رز، قالها تاكل قد ما تحب. وهي بتاكل الست سألت إزاي عارف كتير قوي عن العلاج. أكيرا رد بابتسامة خفيفة إن أمه كانت دايما مريضة، وإن ده سبب إنه تعلم يهتم بالتانيين من صغره. نظرتها تغيرت للحيطان حواليهم ولاحظت علامات محفورة عليهم، أرقام مرتبة بعناية. أكيرا شرح إنه بيعمل العلامات دي عشان ما يتوهش في السرداب. الإلف لسه تعبانة، شكرته ونامت تاني، وعدة ترتاح لحد ما تتعافى تماما. لما صحت كانت حاسة بتحسن. الاتنين قرروا يكملوا نازلين للأجزاء الأعمق من السرداب. أكيرا حاول يقنعها ما تتبعهوش، قال إن المكان خطير قوي. مع ذلك الست أكدت إنها تعرف تدافع عن نفسها ومش محتاجة حماية. بتردد وافق، ومع بعض كملوا تقدم. دخلوا صالة كبيرة مغطية بأنوار مظلمة، حيث الهوا كان يبان تقيل. فجأة تنين هائل طلع من الظلال بيزقر بغضب. قفزوا للجوانب متفادين المخالب الحادة. أكيرا شغل سحر التمويه بتاعه، بس مع ذلك اتضرب بضربة بعتته يصطدم بالحيطة. الإلف صرخت ليه ينشر المانة بتاعته في الصالة كلها، خالق مجال طاقة قادر يضاعف العدو. أكيرا ما كانش يعرف يعمل ده، بس هجومه نجح، مستهدف عيون المخلوق مباشرة. بحركة دقيقة ثقب عين التنين بنصله خلاه يزقر في عذاب قبل ما ينهار. للحظة كل حاجة كانت يبان ساكتة، لحد ما نور شديد بدأ يلمع من جسم التنين المهزوم. الاتنين بصوا حواليهم مفاجئين، بينما البريق لفهم تماما. وكده بتخلص الحلقة التانية من رحلة أكيرا.